في حلقة النهاردة هنتكلم عن فيلمين. الفيلمين هما نسخة من بعض، الاتنين أحداثهم حقيقية وحصلت فعلا، وبين الفيلم الأول والفيلم التاني 11 سنة. البطل بتاع كل فيلم لسه لحد النهاردة عايش بسكار كده أو بندبة في قلبه، أو زي ما بيقولوا تروما، بسبب بنتين. البنتين هما نسخة من بعض. فقبل ما نبدأ في الحلقة خليني أقولك إن سواء الفيلم الأول أو الفيلم التاني فدي قصة ولد قابل بنت، مش قصة حب تماما. This is a story of boy meets girl, but you should know up front, this is not a love story. سنة 2009 نزل فيلم 500 Days of Summer من كتابة سكوت نوستادتر وإخراج مارك ويب. الفيلم بيتكلم عن توم هانسن اللي قابل سامر فاين في الشغل بتاعه، لسه نقلة جديد لمنطقتهم ولقيت شغل في الشركة اللي بيشتغل فيها توم، ومن أول يوم ومن أول نظرة بيحبها وبيكتشف إن هي دي اللي كان بيدور عليها من زمان. قدر يقرب منها ويكلمها في حفلة كده تبع الشغل، وكانوا مستلطفين بعض وحابين الجو، ولحد دلوقتي هم أصحاب بس مفيش حاجة غير كده. بيعدي الوقت وبيبدأ توم يحب سمر اكتر من اي حاجه في حياته، بس هي لسه ما عملتش قوي اللي يخليه يطلع مشاعر زي دي بره وياخد اي خطوه، لحد ما بتاخد هي الخطوه الاولى في اوضه الطباعه وبتبوسه زي ما شفنا في الفيلم. وايا كان اللي هي عملته، حتى لو ما كانتش بسته، فده دليل انها بتبادله نفس الشعور، او على الاقل بتحبه برضه. هي اديته الامل في العلاقه دي وخلته يتمسك بيها اكتر، والدنيا بتمشي بينهم بشكل مثالي جدا. وعلى الجانب الآخر بتبدأ قصتنا بولد في تانية إعدادي بيدخل درس معين، ومن وسط كل الناس اللي في الدرس ده يلفت نظره بنت واحدة بس، دايما ساكتة وبتقعد ورا حتى لو جاية في الأول. بالمناسبة ما بتعملش أي حاجة بيبقى قصدها بيها إن هي تلفت انتباه الناس، بالعكس هي قاعدة وعادي جدا، وبالرغم من ده بتشد انتباهه. وكان طفل ساعتها فبيشغل باله حاجات كتير قوي بعيدة عن القصص دي، فبيصرف نظر عن الموضوع. هو ما بينساهاش، بيفضل يبص لها وكده، بس ما بيقررش إنه ياخد أي خطوة ولا انه يعمل اي حاجه. وبتعدي تانية وتالتة اعدادي وبيفضل على نفس الحال ده، وبيدخل ثانوي، تحديدا درس معين في اولى ثانوي، ومن وسط كل الناس عينه بتقع على نفس مصدر السحر اللي كان بيشوفه في درس في اعدادي. بيحس مره واحده انه طاير من على الارض. غالبا بيبقى كبر وقدر ان هو يفهم ويترجم مشاعره، عكس ما كان في اعدادي. هي بنت عاديه جدا من وجهه نظر صحابه اللي هي كانت معاهم زمان في ابتدائي، بل بالعكس كمان، يا عم مين دي رخمه، ده محدش بيطيقها، انت مش شايف بتبص لنا ازاي. هو كان في عالم موازي، منبهر بكل تفصيله بالنسبه لهم كانت من السلبيات، طريقه دخولها الحصه وسكوتها وضحكتها، علاقاتها اللي ما كانتش كتير تماما. هو كان واقع في كل ده، ما كانش بيحب الشخص بتاع كل الناس، لا هو كان عايز حد يبقى بتاعه هو بس. وطول الترم الاول في اولى ثانوي هو عمره ما فهم المدرسه اللي في الدرس المعين ده هي بتقول ايه، ولا سمعها تماما. هو قاعد كده بزاويه وباصص لنفس البنت ومركز معاها في كل لحظه، بل ان هم ساعات بيتريقوا مثلا على ناس بالنظرات كده وبيضحك لها، وجس وات هي كمان كانت بتضحك له. لحد الاجازه اللي بعد الترم الاول بيبقى قاعد عادي، بيلاقي اجمل نوتيفيكيشن جات له في حياته، فول ريكويست منها. بياخد النوتيفيكيشن سكرين شوت وبيبعتها لواحد من اقرب صحابه وقتها. من كتر ما هو كان مبسوط بيفضل يتكلم مع صاحبه وبينسى ان هو يدخل اصلا على النوتيفيكيشن. بتعدي حوالي 10 دقايق وهو بيتكلم مع صاحبه، وبعدين بيدخل على النوتيفيكيشن بيلاقي انها شالت الفولو. مش بيتضايق ولا بيهمه تماما، وبيفكر بطريقه اللي هو طب ما لو هي بعتته غلط وشالته، فمعنى كده ان هي دورت ولقت البروفايل بتاعي، ولو هي بعتته وبعدين قالت لا هو ايه اللي انا بعمله ده وشالته، الحالتين هي برضه دورت على البروفايل بتاعي ولقيته. فمن غير اي تردد بيعمل هو فولو، وكانها كانت قاعده لسه في البروفايل بتاعه بتقبل الفولو في نفس اللحظه. بيقول ان دي كانت لحظات كده من اسعد اللحظات اللي عدت عليه في حياته كلها، تقريبا ما اتكررتش لحد النهارده. وفي ثانيه بيتحول هو للشخص اللي كان بيفضل يتريق عليه طول حياته، جو الاستوريهات بقى والاسك واغنيه ومش عارف ايه، لحد ما هي بتحط له اغنيه في اسك في ستوري انستجرام. بيوصف ساعتها ان هو كان على بعد لحظات ان يجيله جلطه من كتر الفرحه اللي هو فيها. بيقرر انه هيتكلم خلاص، بيدخل بحجج طفوليه جدا، ايه مش عارف نتيجه الترم الاول بقى عملت فيها ايه يا ترى. بيفضلوا يتكلموا ايام واسابيع وشهور، وبيعترفوا لبعض ان هم ما حسوش تجاه حد تاني نفس الاحساس اللي حسوه تجاه بعض، وانهم فعلا بيحبوا بعض.
لحد ما في يوم وهم في ايكيا بيهزروا بين العفش والحاجات دي كانهم عايشين مع بعض في بيت واحد، وفي اكتر اللحظات رومانسيه بتقول له سمر انها مش عايزه اي حاجه جاده في العلاقه دي. هو بيستغرب وما بيبقاش مرتاح، بس بيوافق عادي جدا تحت مظله ان مش انتي موجوده خلاص بقى، يعني مش مهم المسميات، والدنيا بتفضل ماشيه. وده اللي توم كان عايزه بالظبط. بتفضل الدنيا تمام لمدة سنة كاملة، ودي بتكون أجمل سنة عدت عليه في حياته. بيهرب من كل حاجة ويروح لها، وكمان هي كانت نفس الشيء، بتقدم له حاجات كتير عمره ما حس بيها قبل كده مع حد غيرها، وبيترتب على ده إن هو ما بيشوفش غيرها في حياته. أهمل حاجات كتير قوي علشانها، وما كانش فارق معاه وما كانش مهتم بحد تاني، ما اللي يولع يولع، أهم حاجة هي موجودة. وهي برضو كانت بتبادله نفس الشعور ده بنفس الحاجات اللي بتعملها علشان تحسسه إن أنت فعلا في نفس المكان اللي انت حاططني فيها. لحد ما في يوم من الايام وباكتر طريقه عشوائيه في الحياه بتقول له خلينا مع بعض، بس من غير اي مشاعر، علشان حاسه ان انا مش جاهزه دلوقتي وبتاع. من كتر ما هو غبي وواقع فيها لدرجه رهيبه، وافق. حبه ليها وصله لدرجه بتخليه ما عندوش مانع ان هو يعمل اي حاجه، المهم هي تكون مبسوطه. بيفضلوا مع بعض كصحاب بس بالنسبه لها مش بالنسبه له، لحد اليوم ال109، اليوم اللي اتغيرت فيه كل حاجه بالنسبه لتوم. سمر بتحكي له حاجات اول مره تحكيها لاي حد، ده بيزود احساسه بالتميز وانه مش زي اي حد تاني. يعني برضه هي بتديله كل شويه دلائل على وجودها بطريقه معينه، انت اقرب حد ليا، بتعامل معاك بكل الطرق الا الطريقه اللي بين الاصحاب عادي. يعني كل حاجه بتعملها بتدل انهم في علاقه، وبيبدا الامل يتجدد جوه توم من اول وجديد، لحد ما بيتخانقوا علشان حد كان بيرخم كده نوعا ما وهم قاعدين مع بعض، وبيقوم توم يضرب على غير عادته تماما. بس دي سمر يعني، فصباح الفل. وللغرابه بتغلطه وبتعامله انه غلطان، بيقول لها تفهمه في ايه بالظبط. بتقول له جمله مش في مكانها تماما وملهاش علاقه باي حاجه. بتقول له احنا مجرد اصحاب. طب يعني ايه علاقه ده باي حاجه بتحصل دلوقتي؟ ولا هي جمله كانت عايزه تقولها وخلاص؟ بيتعصب توم وبيقول لها مش دي الطريقه اللي الصحاب بيعاملوا بيها بعض. بتقول له انه فعلا عاجبها بس هي مش عايزه علاقه. بيقول لها القرار مش قرارك لوحدك، احنا اتنين، يعني مفيش حد هيمشي التاني على مزاجه. وبيسيبها وبيمشي وبيفضل فتره ما يكلمهاش. وطول الفترة اللي هم كانوا فيها كأنهم صحاب بس، بتبدأ بالتدريج كده طريقتها تتغير ويرجعوا مع بعض تاني. تبدأ هي تظهر له ان كأن انا رجعت في كلامي من غير ما تقول، بس بتعمل كل حاجة تحسسه ان بص لا تمام احنا رجعنا على فكرة. بيبدأ هو يتجاوب وبيرجع. بيبدأ يتكرر الحوار ده كتير قوي، يعدي شهرين وهي تعمل نفس القصة تاني وهو يوافق، وبعدين ترجع تاني، وبعدين الموضوع بيبدأ يتكرر كتير كأنها بتلعب، هي مش عارفة هي عايزة ايه وهو مش معترض على اي حاجة. لحد ما في يوم وهم المفروض مع بعض دلوقتي بنفس الطريقة اللي بدأوا بيها، لسه ما جاتلهاش الحالة وقالت له نبعد وبتاع، بيتخانقوا خناقة كبيرة قوي. مع الأسف هي اللي بتبقى غلطانة زي كل مرة، وده هي اللي اعترفت بيه بالمناسبة، يعني مش هو اللي بيقوله عشان يبرئ نفسه. المهم ان هو بيبقى وصل لمرحلة من مراحل التعب النفسي منها ومن تقلباتها المستمرة، بيبدأ ان هو يبعد عنها وما يكلمهاش تاني، وبيقول لها انا هبعد، وهي ما بتعترضش كأنها كانت مستنية لحظة زي دي. بيفضلوا اكتر من 6 شهور ما بيتكلموش. بعد فترة كانوا فيها ما بيكلموش بعض، وهو قدر يمسك نفسه وما يتكلمش علشان فعلا عايز يعرف عنوان للعلاقة دي، من حقه يعرف هما بيعملوا ايه. بترجع له هي وللمرة الألف بتعمل كل حاجة تبين له فيها ان دي ريليشن شيب فعلا وانهم بيحبوا بعض. هي اللي رجعت له برجلها. بيقول لها انه عايز حاجة تحسسه بالامان، ان العلاقة دي هتفضل موجودة وان وجود سمر هيستمر. بتقول له ما اقدرش اديك اليقين بحاجة زي دي، وبترجع تقرب له تاني وبيرجع لها توم. مفيش حاجه اتغيرت بالمناسبه، هي ما ادتلوش اي كلمه تخليه يرجعها، بس علشان للاسف هو كان بيحبها. وبعد اكتر من 6 شهور وهما بعيد عن بعض، هو قدر ولاول مره ان هو يمسك نفسه وما يكلمهاش، عشان كل مره كان بيقرر ان هو مش هيكلمها فيها تاني كان بيضعف فبيدخل وبيكلمها، وهي بالمناسبه كانت بتتجاوب وعمرها ما رفضته. لكن المره دي هو قدر يمسك نفسه لانه فعلا عايز يعرف احنا ايه. اظن من حقه ان هو يعرف هو بيعمل ايه. بقاله هو داخل على 3 سنين مع واحده وهو مش فاهم هو بيعمل ايه. 3 سنين في علاقه وهم اصلا 2 كانوا اطفال في اعدادي، كبروا شويه ودخلوا ثانوي. مفيش علاقه في السن ده
ده بتكمل بالطريقه دي ولا بالوقت ده كله. هو ترجم كل ده ان اللي بينهم مستحيل تكون حاجه كده بين اطفال. صحابه كانوا دايما بيحكوا له ان هما بالكتير قوي شهرين في حاجه زي دي، بعدين نقلب وشوف اللي بعدها. هو عارف غيرها كتير بالمناسبه بحكم ان هو اجتماعي وعلاقاته كانت كتير جدا، بس عمره ما عارف ولا حتى جرب وقدر ان هو يحط حد غيرها في نفس المكان اللي هي كانت فيه. ففي عز ما هم خلاص ما بيتكلموش بقالهم فتره طويله جدا، بتدخل هي تكلمه تحسسه ان هي واحده تانية. خلاص بقى انسى اللي فات ده، وان احنا فعلا هنبدا دلوقتي من جديد من غير المشاكل اللي كانت مبوظه العلاقه قبل كده. بيقول لها يعني انت بجد عايزاني ومش هتلعبي ومش هتقعدي بقى تروحي وتيجي والحاجات اللي كنت بتعمليها دي؟ بتقول له لا خلاص وبتاع وما تخافش، وانا فعلا كنت مشتته وبتاع، بس طول الفتره اللي فاتت اللي احنا كنا فيها ما بنتكلمش، ما كنتش قادره اتعايش مع الموضوع، ودايما بفتكرك ودايما انت في بالي، مش عارفه اعيش ان الموضوع عادي، وانا فعلا عايزاك وبتاع. وهو هنا بيعمل نفس الكارثه اللي عملها توم، بيغلط وبيوافق ان هم هيرجعوا تاني، بس على الاقل هو اخد منها ضمانات ان هي هتتغير ومش هتعمل كده تاني حتى لو بالكلام، بس على الاقل اخد منها حاجه، على عكس توم اللي ما اخدش منها اي ضمانات ولا اي كلام يثبت له ان هي بقت حد تاني فعلا. بس في الحالتين هما الاتنين غلطانين، بس للاسف هو ما كانش بيحب غيرها وعنده استعداد يغلط للمره المليون ويخسر مليون شخص علشانها، وبيرجعوا لبعض. وفجأة وبدون أي مقدمات بتقول له إحنا ما عادش ينفع نشوف بعض. بتعدي الأيام وبيقابلها تاني، واللي تتمة التخلف والتكسكة ترقص معاه في ظرف عشوائي جدا بيجمعهم هما الاتنين، وبترجع تحسسه إنها موجودة معاه، بس المرة دي لفترة صغيرة كده وفي شوية مواقف بس، وبعدين بتتجاهله تماما وبتتجوز شخص قابلته بأكتر طريقة عشوائية في الحياة. بيفضلوا مع بعض شوية مش كتير قوي، في الشوية دول بيبقوا مستقرين فيهم نوعا ما. بيحصل ظرف في بيتها بيمنعهم ان هم يتكلموا، وده بيبقى غصب عنها على حسب ما هو عارف يعني. كان بيلاقيها بتعمل كل الحاجات الممكنة علشان ترجع وتكلمه، ده بيحسسه ان هي فعلا عايزاه. بيخلص الظرف ده وبيرجعوا لبعض وكله تمام، وبيعدي وقت طويل لحد بداية تالتة سنة بيحصل موقف أكبر من أي موقف حصل قبل كده، وهو كان عنده استعداد ينهي الموقف ده تماما بمجرد ما هي تبرر موقفها، بس تديله تبرير واحد، عشان دي كانت تعتبر خيانة. فاهم اللي هو الموضوع كان أكبر من أي حاجة حصلت قبل كده. يعني هو كان طفل وكبر معاها، المفروض إن مفيش حد غيره على حسب ما هو كان متخيل، يعني كان عنده استعداد يفضل مصدق ده بمجرد ما هي تقول له حاجة واحدة بس، تحكي له بس إيه اللي حصل مش أكتر. بس هي بتقرر ان هي ما تعملش كده، وكأن مش فارق معاها، ما تفهمش، او هي كانت مثلا متخيله ان هي لو حكت هو مش هيصدق، بس هو فضل فعلا يحلف لها ان انا هصدق اللي انت هتقوليه ومش هغلطك في حاجه، بس احكي لي، قولي لي ايه اللي حصل. اظن ان من حق ان انا اعرف ايه اللي بيحصل. بتقرر ان هي مش هتقول حاجه وكأن مش فارق معاها. بيخرج عن شعوره بقى للاسف، بيقول لها كلام عمره ما كان يتخيل انه هيقوله لها، لانه بيحس ان هو بقاله سنين بيتلعب بيه، وبيبعد وهي بتبعد بدون اي مبررات في الموقف اللي هي مدانة فيه كواحدة خاينة. لحد النهاردة ما يعرفش عنها حاجة ولا هي تعرف عنه حاجة. خسر ناس كتير قوي علشانها، أولها كانت نفسه بالمناسبة، هو خسر نفسه علشانها. عدد لا يستهان بيه من السنين خسرها معاها، وهي فين دلوقتي هو ما يعرفش، وأظن إن هي كمان ما تعرفش هو فين، أظن مش مهتمة تعرف هو فين. كل حاجة رافضة العلاقة دي، حتى التيشيرت اللي كان لابسه توم وهم في محل الاسطوانات مكتوب عليه Love will tear us apart، يعني الحب سيفرقنا. حتى طول الفيلم كان في فرقتين بتوع مزيكا تم استخدام أغانيهم، أولهم هي فرقة ذا سميث، والفرقة التانية مكونة من اتنين اسمهم سايمون وهارفنكل. والفرقتين دول بعد ما كان أفراد كل واحدة منهم مجتمعين وبيحققوا نجاحات كتير مع بعض، حصل بينهم خلافات، انفصلوا هما كمان. وده تنبؤ كده باللي بيحصل في علاقة توم وسمر. ده لما توم كان بيروح السينما وهو مكتئب كان بيشوف نفسه في الفيلم اللي بيتعرض، وده اللي كاتب الفيلم كان بيقول انه لما بيبقى مكتئب كان بيندمج جدا في المزيكا والافلام لدرجة انه بيبقى جزء منها. دي كانت كام ملاحظة ما تمش التصريح بيها في الفيلم. بس في سؤال مهم جدا في قصة توم وسمر، ايه اللي يخلي سمر تسيب توم وتتجوز واحد ما تعرفوش حرفيا، عرفته بشكل عشوائي تماما، مش ارتبطت بيه شوية، لا دي اتجوزته. تعال اقول لك تفسير للموضوع ده، هو مش اكيد بس هو مجرد تفسير يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، وخصوصا ان القصة دي حصلت بجد. زي ما عرفنا في اول الفيلم، ابو وام سمر منفصلين،
واتأثرت بالحوار ده وعمل لها تروما نوعا ما. ورمزية الشعر دي ذكية جدا، تشرح لنا شخصية سمر. هي بتحب حاجتين، أول حاجة هي شعرها، وتاني حاجة هي إنها تقدر تقصه في أي وقت وما تحسش بأي حاجة. ده بيفهمنا بشكل كبير جدا مين هي سمر. بسبب تروما العلاقات اللي عندها دي خلتها مستقلة زيادة عن اللزوم، هي مش محتاجة حد معاها، وفي نفس الوقت لو احتاجت فهي تقدر تاخد اللي هي عايزاه من أي حد وترميه على طول، عشان ما تحسش إن هو مسيطر عليها بأي شكل من الأشكال. والناس أصحاب تروما العلاقات دي بيبقوا معتمدين على نفسهم جدا، لدرجة تخليهم رافضين يطلبوا المساعدة من أي حد، وده مع الوقت بيسبب لهم ملل في اتخاذ القرارات أو decision fatigue. هي محتاجة حد يمسك زمام العلاقة ويبقى هو اللي بيوجهها. وللأسف توم ما كانش كده، بغض النظر عن نيته هو ما كانش كده. هي كانت بتعمل كل حاجة، هي اللي أخدت الخطوة الأولى وهي اللي بتصالحه. وحوار decision fatigue ده بيؤدي لنقص في تنظيم المشاعر، زي ما شفنا مندفعة جدا، شوية احنا صحاب وشوية تعمل كل حاجة تبين له إننا مش صحاب، وإن دي فعلا relationship. ملل اتخاذ القرارات اللي قلتلك عليه ده بيؤدي إلى تسرع، وده ممكن يكون سبب كبير جدا يخليها تتجوز بالسرعة دي. وأشك إن جوازتها دي ما كملتش، بس محدش مهتم، أنا مش هاممني غير توم. وبعيدا عن الفيلم، توم الحقيقي لحد النهاردة بيعاني من آثار علاقته بسمر. ولو في حاجة واحدة هيقولها لك كنوع من أنواع النصيحة يعني، هي إنك لازم تحب نفسك للدرجة اللي تخليك قادر ترفض أي حاجة تأذيك مهما كنت بتحب الحاجة دي، وبس كده.